ناخذ القصيبات هذه بغات هند. يلا على بركه الله. عندنا الى نص كيلو تاع دقيق الفرص، نص كيلو الفورص. وعندنا 50 غرام زبده، 50 غرام ديال الزبده، ربع لتر تاع الحليب يكون بارد، رابعه حليب بارد، 4 حليب بارد. وكيس فاني وفاني. هادو العجينه تنقبطو 500 غرام تاع الطحين، تنديرو فيها 50 غرام الزبده والفانيا وترملوهم مزيان باطراف اصابع، وتنجمعهم يا لاله بربع لتر تاع الحليب. ملي تنجمعهم تنديروهم في واحد البلاستيكه، تنخليهم تقريبا واحد 15 دقيقه وتنطلقوهم. كدلكيه؟ ما تحتاجش بلا ما ندلكوه بزاف دونك ياك؟ لا، ما تتجمعيه، تديريه في بلاستيكه وتحطيه. نديرو تنخليوه يا لاله لمده ربع ساعه تقريبا، تنقبسوه تنفرقوه على شكل خيزات وتنطلقوهم بالدلاك رقيقين تقريبا 1 سنتيم فيهم، لا اكثر ولا اقل. نطلقوه ونطبعوه؟ لا ماشي تنطبعوه، تنقصوا جراره تاع جراره باش نقطعوا الشباكيه، وتنقطعوا على شكل مربع تقريبا شي 4 سنتيم، 4 على 4 او 5 على 5. والعرض؟ لا قلت العرض الطول 4 على 4 مربع. ونطلقوه. لا زعما السمك ديال هذيك العجينه سنتيم تقريبا، شي رقيق، ونطلقوه نطبعوه مربعات تكون مربعات يا لاله. تنقطعوه قصيبات 4 سنتيم على 4 سنتيم، و السمك 1 سنتيمتر. تنقبطو يا لاله القصيبه، تنهزوه في اليد ديالنا، تنقبطوه من الراس تاع المربع وتنتنيو على هذيك القصيبه. ناخذوا القصبه ونتنيو عليها المربع من الراس ديالو. تناخذوه من الراس ديالو باش يجي على الراس الاخر، باش تيجي الرؤوس الاخرى في الزاويه، تيجيو على الراس تاع القصيبه. يا لاله تنقبطوا حمام تاع الزيت، ملي نساليو الكميه كلها تلويوها في القصيبات اللي عندنا، تنقبطوا واحد الكميه تاع الزيت نقليوه في حمام زيت. ملي تنخليوه يتسقطر، عندك الاختيار باش تحتفظي به، تيجي عندك شي حد عدل فيه تحتفظي به، ما بغيتيش تبقى فيه، يكون عندك الحليوات مقليين باردين ومسقطرين، تدخل في العسل تدفيه وتسقيهم في العسل. نقليه ومن بعد ما يتسقطر نسقيه بالعسل. تسقيه في العسل، تزينيه اما بالزنجبان مهرمش، اما باللوز مهرمش. الا ما بغيتيش تقفي تعمري هذاك الفراغ تاع القصيبه بلا كريم بيسخي، وتزينيه باش ما يعجبك من الفوق. تبارك الله عليك امينه. الله يبارك فيك. باين عليه يكون بنين. ما عرفت كاع هادشي هذا اللي كيكون مقلي تيكون بنين، سبحان الله. انا هو صراحه بنين، وني تاع الفرن هو بنين. وان شاء الله نخليوه مره اخرى. امينه شكرا لك بزاف.